وسعدتم أوقاتنا أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضيلة بأن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. البداية بالعناوين. رؤساء الإمارات العربية المتحدة وليبيا يهنئون بعيد الاستقلال. الإيرانيون في الخارج يحتفلون بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة. وضمان سلامة حقوق الأطفال في الإقليم الجنوبي. الهند تدعو أطراف الاتفاق النووي الإيراني للتعاون بعد انسحاب أمريكا. أثينا وسكوبيا تقتربان من حل نزاع بشأن اسم مقدونيا. وحمم بركان كيلاويا تقتلع عشرات المنازل في جزيرة هاواي. أهلا بكم للتفاصيل. بعث رؤساء الإمارات العربية المتحدة وليبيا برقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 27 لعيد الاستقلال. وبعث مهنئا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وكذلك رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا السيد خالد عمار المشري، متمنين لرئيس سياس أفريقي بموفور الصحة والسلام والازدهار والسلام للشعب الإريتري. وأعرب الرؤساء عن استعداداتهم لتطوير علاقات بلادهم مع إريتريا والارتقاء بالتعاون بما يخدم المصلحة المشتركة. احتفل الإريتريون المقيمون في كل من يوغندا وكينيا ورواندا وكيلن الألمانية وهاريسبرغ الأمريكية بعيد الاستقلال 27 للبلاد بما يعكس حبهم وولائهم للوطن. للمزيد إليكم هذا التقرير بصوت الزميل قاسم أحمد. الاحتفال الذي نظم في كامبالا بمشاركة عدد كبير من الإريتريين وأصدقاء إريتريا من الأجانب، قدمت فرقة مربى الفنية وكذلك فرقة كيرين بيرفورمارس اليوغندية عرض فني جذاب ورائع. وألقى سفير إريتريا لدى جمهورية يوغندا سيد محمد سليمان كلمة ذكر فيها بأن استقلال إريتريا هو نتاج نضال مرير واستشهاد غالي ونفيس، مشددا بأن حماية السيادة وتعزيز الأنشطة التنموية مسؤولية كافة المواطنين. من جانبه قال رئيس لجنة الاحتفالات في يوغندا سيد أوباميكيل يمسكن أن الاحتفال بعيد الاستقلال مناسبة تعكس وحدة الشعب الإريتري وحبه العميق لوطنه واستقلاله، شاكرا الجهات التي بذلت جهودا لإخراج الحفل بما يليق وعظمة المناسبة. بدورهم احتفل الإريتريون المقيمون في العاصمة الكينية نيروبي وضواحيها بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة، منظمين برامج تليق بالمناسبة بمشاركة الأطفال والشباب والآباء معا. وقال سفير إريتريا في كينيا سيد بيان الرئيسون في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة إن 24 من مايو هي مناسبة جليلة يحتفل بها الشعب الإريتري في الداخل والخارج، وهو يتذكر ما دفع من أجلها من غال ونفيس ويجدد عهده لتنفيذ أمانة الشهداء، داعيا المواطنين لتعزيز دورهم من أجل إنجاح التنمية الوطنية. واحتفل الإريتريون المقيمون في رواندا بعيد الاستقلال بما يعكس تماسكهم وحبهم الوطني. كما احتفل الإريتريون المقيمون في مدينة كالن الألمانية بعيد الاستقلال باعتزاز وفخر، منظمين برامج فنية وثقافية مختلفة. وذكر رئيس الجالية الإريتريا في كالن السيد حديش جيتون في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة بأن المراحل التي خيضت لنيل الحرية وحماية السيادة عكست القيم الإريترية كقيم التفاني والصمود والاستشهاد والوحدة، موضحا بأن هذه القيم في الوقت الحالي أيضا لا زالت تصنع المعجزات في مرحلة التنمية والتصدي الوطني. في غضون ذلك أوضحت المعلومات الواردة من هناك بأن الإريتريين المقيمين في هاريسبرغ بنسلفانيا احتفلوا بعيد الاستقلال منظمين برامج تعزز معرفة أبنائهم بهويتهم وثقافتهم. عقد في مديرية ترائم سمينار حول سلامة وحقوق الأطفال بمشاركة الشرطة والمدعوون العامون واللجان الأطفال في مديريتي مندفة ودبروة. وقدم في السمينار تقريبا عن البرامج المنفذة في المديريتين وتقييم العمل. وأوضح مسؤول رعاية الأطفال في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد موسى حديش
أن المهام التي ظلت جارية عبر المؤسسات والأفراد لضمان رعاية الأطفال لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرا إلى وضع برنامج ينفذ بتنسيق كافة الجهات المختصة عامة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووزارة الصحة والاتحاد الوطني للمرأة خاصة. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد هيلا جبر ميكائيل أن لجان احترام حقوق الأطفال المقامة في الإقليم تسهم للوعي في القرى والمدارس، وطالب المشاركون في السيمينار للقيام بتقييم المستمر للتعرف على نتائج حملات التعبئة. ظل مركز قحطيلية الصحي يلعب دورا مرضيا لوقاية الأمراض المعدية بما يقدمه من خدمات صحية وتنظيمه لحملات التوعية الصحية. وصرح مسؤول المركز الممرض عقبة اندرياس تسفى ميكائيل لوكالة الأنباء بأن انخفاض ظاهرة مرض الملاريا بنسبة 95% مقارنة بالعام 2017 يعكس الوعي الصحي المترسخ، وسوف يتواصل العمل لتعزيز النتائج المحققة في هذا الصدد. وذكر بأن المركز الصحي يقدم خدمات الولادة والصيدلة والإسعافات الأولية والفحوصات الصحية ومتابعة تطور الأطفال والحوامل وتطعيم الأطفال، مناشدا إلى بناء سور وعمر الانتظار من أجل زيادة الخدمات. وأشار الممرض عقبة اندرياس بأن المركز الصحي يخدم المرضى من ضواحي شبح وعد شومة بالإضافة إلى منطقتي دنقل تحتي وماي وعي، وتشير المستندات إلى وضع 80 من الأمهات في المركز الصحي خلال الأشهر الأربعة الماضية. خرج مركز التعليم المهني للشباب في عدق أعداد 98 شابا منهم 56 امرأة في 26 من شهر مايو الجاري. واشتملت الدورة التي انتظمت لمدة شهرين إلى 4 شهور مجالات تصوير الفيديو والفوتوغراف وتربية النحل والدواجن ومد أسلاك الكهرباء وتركيب الطاقة الشمسية والكمبيوتر والمونتاج وكذلك تصفيف الشعر والمسرح. وأوضح مسؤول المشاريع من مكتب الاتحاد الوطني للشباب في الإقليم الأوسط الشاب عثمان نور في مناسبة التخريج أن المتدربين تم اختيارهم من قبل لجان إدارة المديريات، مشيرا إلى تلقيهم الدورة لإيجاد فرص العمل وأنه سيتم إعطائهم قروض مالية من أجل التحفيز. وأهنأ رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلب السيد صالح أحمد الدين المتدربين لإكمال الدورة المهنية بنجاح، مؤكدا على ثقته لتحسين معيشتهم وتعزيز دورهم في برامج التنمية الوطنية. من جانبهم أكد الطلاب عن جاهزيتهم للعمل لتطوير قدراتهم المهنية. وأكدت معلومات المكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط عن تأهيل حوالي 800 شاب منذ عام 2015 بمهن متنوعة يساهمون وينتجون في أعمال متعددة. لقي 33 راكبا مصرعهم في انقلاب حافلة ركاب صباح أمس 28 من مايو على طريق أسمرة كرن. ووقع الحادث في منطقة شندوة على بعد حوالي 52 كيلومتر من أسمرة، ونقل 11 شخصا بينهم سائق الحافلة إلى مستشفى حليبة لتلقي العلاج نتيجة إصاباتهم البالغة. وكانت الحافلة ذات الملكية الخاصة تقل 45 راكبا في طريقها من أسمرة إلى حولية دبر سينا، وقد هوت مسافة حوالي 80 مترا في منحدر جبلي. وأفادت شرطة عتيق الليزان أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب السرعة في طريق المنحدر. إلى فاصل قصير نسمعون وفيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. قال بيان حكومي إن الهند تريد من الدول الموقعة على اتفاق إيران النووي عام 2015 العمل بشكل بناء مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. جاء البيان بعد اجتماع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سوراج مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف. وقال البيان أن الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي عليها أن تتعاون بشكل بناء من أجل التواصل إلى حل سلمي للقضايا المتعلقة بالاتفاق. وقالت الهند أنها تلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وليست العقوبات التي تفرضها أي دولة أخرى مثل تلك التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد إيران.
وترتبط الهند بعلاقات سياسية واقتصادية طويلة الأمد مع إيران، إذ أن الجمهورية الإسلامية من أكبر موردي النفط للهند. اقتربت اليونان ومقدونيا من التوصل إلى حل النزاع المستمر منذ عقود على اسم الجمهورية السوفيتية السابقة، إذ ساق وزير خارجية البلدين وثائق ربما تمهد الطريق للتسوية. وتعارض اليونان منذ أمد بعيد حق مقدونيا في تسمية نفسها بهذا الاسم، قائلة أن ذلك يرقى إلى المطالبة بالاستيهاد على منطقة تحمل الاسم نفسه في شمال اليونان. وعرقل هذا النزاع مسعى مقدونيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ويسابق البلدان الزمن للوصول إلى اتفاق قبل قمة للاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل، والتي قد تفتح الباب أمام انضمام مقدونيا للتكتل في نهاية المطاف. تواصل حمم بركانيا كلاوى التدفق على جزيرة هاواي الكبرى، وارتفع عدد المباني التي دمرتها الحمم البركانية إلى 77 منزلا، فيما العدد مرشح للارتفاع حسب ما أفاد مسؤولون محليون. وتسببت الحمم البركانية في عرقلة الوصول إلى 37 منزلا على الأقل، وشوهدت الشقوق الأرضية بشكل واسع، كذلك المنازل التي دمرها تدفق الحمم البركانية. وحثت السلطات السكانية على تفادي القيادة والبقاء داخل منازلهم ومتابعة المستجدات من خلال وسائل الإعلام بشأن البركان. ويعد بركان كلاوية أحد البراكين الأكثر نشاطا في العالم. شهدت فرنسا تراجعا حادا في عدد الأشخاص الذين يدخنون يوميا، حيث أقلع مليون مدخن بين عامي 2016 و 2017 بحسب دراسة مسحية حديثة. وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية التي أعدت الدراسة أن هذا التراجع لم تشهده البلاد منذ 10 سنوات، وشمل المراهقين وأصحاب الدخول المنخفضة. وأشارت الدراسة إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمكافحة التدخين في فرنسا، ربما كانت السبب في هذا التراجع. ويعد التدخين سببا رئيسيا لوفاة شخص من كل 10 أشخاص في شتى أرجاء العالم، نصفهم في 4 دول فقط، هي الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وروسيا. مع هذه الأخبار المشاهدين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء وأطيب المنى.